الثنائي ريتشو وننوش يتعرضون للانتقادات. تعالوا احكي لكم بهذا الفيديو شو صار مع ريتشو وننوش لما فكروا انه يدرسوا انجليزي. طبعا كلنا بنعرف انه ريتشو وننوش انجليزيتهم مو كتير تمام، فهن حبوا انه ياخذوا دروس باللغة الانجليزية لانه بيسافروا كتير وشان يتعلموا هاي اللغة ويصيروا يحكوها بطلاقة. بس من اول ما نشروا انه هن عم ياخذوا اول درس انجليزي انهالت التعليقات السلبية وعلى مسخرة، وإنه أنتو لهلا ما بتعرفوا تحكوا إنجليزي ولهلا بدكم تتعلموا. فقدام هذا الكم الهائل من التعليقات السلبية ريتشو وننوش ما سكتوا، بالعكس قرروا يردوا على الناس يلي انتقدتهم وحكت لهم بنوع من التنمر ونوع من السخرية. طبعا في ناس تانيين حكوا انه هذا الشيء ما له غلط، وبالعكس انه الواحد لازم يتعلم ولازم أيمت ما خطر على بال الإنسان إنه يتعلم شيء جديد يتعلمه. طبعا ريتشو ما سكت عند هذا الموضوع وطلع وحكى لكل المتنمرين يلي تنمروا عليه لأنه عم ياخذ دروس باللغة الإنجليزية إنه التعليم بأي وقت وبأي عمر ما نوع عيب، بالعكس هذا شيء كتير منيح وإنجاز كتير كبير. وإنه ريتشو يلي صور لكم من أول من بدايتهم على السوشيال ميديا لما كانوا قاعدين بغرفة وصالون والصوبة طالع منها الدخنة ما خجل ولا تردد انه يصور هذا الشيء على السوشيال ميديا، بالعكس من بدايته ريتشو كان واضح وحكى لهم كمان انه كنتوا معنا من البدايات وبعمرنا ما صورنا شيء خارج عن المألوف أو أنتم ما بتحبوه، بالعكس كنا نصور بأصعب الظروف وبأسعد الظروف. لهيك ريتشو حكى لك إنه ما تخجلوا من بداياتكم، بالعكس البدايات هي اللي صنعتنا ووصلتنا لهون لحتى انتقلنا من بلد لبلد ومن بيت لفيلا. كمان ريتشو رد على موضوع إنه الله يرحم أيام اللي كنتوا فيه فقيرين أو الله يرحم أيام يلي كنتوا فيها ما عندكم شيء. فرد لهم ريتشو إنه هي كلمة الله يرحم أيام زمان ما بتطلع إلا من واحد ما أنجز شي بحياته ولساته واقف بمطرحه وعم يتحسر لما بيشوف الناس متطورين وناجحين وعم يحققوا أهدافهم بسهولة وبسلاسة وبتوفيق من رب العالمين. ونصح الناس إنه بحياتها ما تلتفت لآراء الناس أو تعليقات سلبية سواء كانوا مشاهير أو كانوا ناس عاديين، بالعكس الإنسان لازم يلحق طموحه وشغفه بالحياة ويسعى لكل شيء بيطمح له بالحياة. وكان الرد من الناس على هاي الحكي يلي حكى ريتشو إنه معك حق وإنه الإنسان لازم يتشجع ويطلب العلم حتى لو كان كبير بالعمر، وإنه الإنسان في أنجز بأي عمر هو بده إياه، وإنه مو غلط وحلو الإنسان يكون طموح وإنه ما يرد على انتقادات الآخر. للأمانة أنا متابعة ريتشو وننوش من لما كانوا بلبنان، وحرفيا هن عيلة بلشت من الصفر وتعبوا ولحقوا حلمهم لحتى وصلوا لهي المرحلة اللي هن فيها اليوم. وحرفيا هن من الأشخاص يلي بلشوا من الصفر ووصلوا لشهرة كتير كتير كبيرة. وكمان حبيت إنه ريتشو ما خجل، بالعكس طلع وحكى بكل ثقة بالنفس إنه هو عم يتعلم لغة إنجليزية وما عنده أي مشكلة بالانتقادات يلي صارت له هو وننوش. شو رأيكم بحكي ريتشو؟ وأنتوا تتعرضوا للانتقادات بتأثر عليكم سلبيا أو لا؟ اكتبوا لي بالتعليقات وتابعوني. وحبيتوا الفيديو اشتركوا بالقناة.